عارف شفت فيلم الف مبروك؟ والله العظيم اصلا مش هطلع اتعصب واتخانق ويبقى فاهم ويجي لنا الضغط، لان انت تحس انت بتتفرج على فيلم الف مبروك بالظبط، بحذافيره، كل حاجه بتتعاد. والله العظيم كل حاجه في كل ماتش زي هو بيصحى كل يوم، احنا كل ماتش ابقى نازل كويس، ضاغط، بتحرك كويس، بروح على الجون واجيب جون وشكرا. والله بصحى من النوم خلاص انا كده عربية اتوبيس يجي يدوسني. ما تفهمش ايه اللي بيحصل لهم بجد والله العظيم، يعني ما فيش ايه اللي يحصل، ايه اللي بيحصل لهم ما تفهمش. جبت الجون والحمد لله انت جبته في اخر الشوط الاولاني، لان هو لو كانوا جابوه في بدايه الشوط الاولاني كان ما كنتش هتشوف الزمالك طول الماتش، الشوطين هتلاقي الموضوع نام. فالحمد لله لو هو جه في الشوط الاولاني، فطبعا نزل بقى المحله الشوط الثاني خلاص هو مش بقى على حاجه، بيلعب كوره فاتح لك الماتش، تلعب بقى انت تكمل لعبك اللي انت كنت بتلعبه. هعيد تاني نفس اللي عدته من ماتش المقاولين وماتش الجونه ده سوري ماتش وادي دجله على ماتش الاهلي. كل الماتشات اللي بتعادل او بخسر هي تيبيكال. ياض ما فيش حاجه بتتغير، والمصحف ما في حاجه بتتغير خالص، حتى لو التشكيله متغيره تلاقي نفس السيستم حصل. نزلنا فاهم انت، ديدن 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 ديدن، جبت الجون. عارف انت، يعني في تشبيه تاني نفسي اقوله بس ما ينفعش اقوله والله العظيم. عارف سخنان سخنان سخنان، خلاص جبت الجون. طب اهو انام بقى شويه، ريحت. بالظبط للي هيفهم التشبيه. ايه يا عم الهم ده؟ ايه يا عم الخرا ده؟ ايه القرف ده؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل لكم؟ بجد نفسي افهم ايه اللي بيحصل، حتى لو التشكيله متغيره واللعيبه متغيرين، نفس كل حاجه فيلم الف مبروك بالملي، يلا بالملي. بيصحى اليوم متكرر معاه، بس هو بقى عارف ايه اللي هيحصل، زي ما انت كزملكاوي بقيت عارف، يعني هو برضو بقى في الفيلم عارف ايه اللي هيحصل وايه اللي هيجرى وايه اللي بيحصل لامه ولاخته ولابوه لاصحابه والبتاع. انت برضو بقيت عارف ايه اللي هيحصل للعيبه وايه اللي هيحصل للماتش وايه اللي هيجي لك وايه اللي هيروح وايه اللي هيتعاد وايه اللي هيحصل. نفس كل حاجه بالظبط. ما بنتعلمش من الدرس اللي انا اجيب جون اروح نازل ضاغط واجيب التاني واجيب التالت واكمل على اللعب وعلى الضغط اللي انا بلعبه. مش جبت جون خلاص بقى الحمد لله مفيش اي حاجه. عملت 3000 عرضيه و3000 شوطه و3000 كورنر، بس بعد ما جه في الجون. طب قبل الجون ما بلعبش ليه ده؟ ليه ما بموتش نفسي طول الماتش عشان اجيب جون واثنين وثلاثه واربعه وخمسه؟ مفيش بقى. لا وبتلاقي بقى حاجات فعلا تموت من الضحك والله العظيم. يعني ايه قبل ما نتكلم على الماتش، عشان بس الموضوع ده انا عارف ان انا ممكن انساه عشان انا ما كتبتوش فعايز اقوله. في الدقيقه 85 خلاص بقى متعادلين 1-1 وفي كرة جايه علينا، حسام عبد المجيد راح الواد عدى عارف انا قلبي بقى ابتدى دب دب دب، اقسم بالله ما شفت كده، اللي عارف يطلع كوره بعيده مش بتاعته مش فاهم انت يعني. حسام عبد المجيد مالك بجد مالك؟ فقلت بس افتكر عشان بس انا هنساها، لان انا خلاص حسام عبد المجيد بقى مستواه بصراحه من اول الموسم في النازل وكل مره نقول لا ده رجليه في الملعب، ده احسن، ده افضل، ده لا يا باشا. لا انا محتاج حسام عبد المجيد يريح بصراحه. طبعا الزمالك بيبتدي بتشكيله لحد ما كويسه، لحد ما لعيبه احنا كنا محتاجين نشوف احمد شريف، محتاجين نشوف عمرو ناصر، محتاجين نشوف احمد ربيع، اللي بصراحه ما حسيتش باختلاف عن دونجا يعني. بالعكس الراجل نزل خفيف مش باين قوي في الملعب، بس قافل على الدنيا، ظابط الدنيا شويه لحد ما في نص الملعب، خصوصا اللي ده اول ماتش يشارك فيه مع الزمالك وبيسجل جون الراجل. فالتشكيله لحد ما كانت كويسه، بس محتاج يعني، بس في ماتش زي ده في اوقات بتبقى انت مش معتمد على لعيبه اللي هي المهاريه، واحد زي خوان، واحد زي ناصر ماهر، واحد زي احمد حمدي، اللي هم يعني الراجل مقفل لك تقفيله وما تقدرش تلومه ابدا. الراجل لعب تكنيك بصراحه عجبني الراجل نازل مدافع، جبت انت الجون هبتدي هاجم، ربنا كرمه بالجون، رجع دافع تاني وفعلا التسعه مدافعين، يعني هو بيلعبك بتسعه ومدافعين ومهاجم وجون. بس الراجل ما تقدرش تلومه، طلع منك بنقطه.
الماتش بيبتدي تعمل استحواذ بس مفيش هجمات، يعني مفيش هجمات تحس ان هي خطر. في الدقيقه ابتدينا الدقيقه 13 خوان عمل عرضيه دخل فيها احمد شريف بدماغه، عدت من تحت الجون ومسكها تاني وبتاع. طبعا ماسك كوره مفيش، ما بتعملش يعني مش خطر، انت مش خطر بس تحركاتك حلوه، بتتحرك كويس، بتروح على الجون، معرفش ايه. طبعا كده كده المحله مدافع، انت سايب لك المساحه اللي تتحرك فيها براحتك، وال18 كلها بتلعب، بس انت برضو مش عارف توصل، مش عارف تروح لحد ما بيجي في الدقيقه 38 كورنر بيتلعب، احمد ربيع بيحط دماغه الجون الاولاني. الحمد لله الحمد لله. المحله بقى تبتدي تفتح لي الملعب، المحله هتبتدي تشتغل بقى، تطلع شويه من ال 18، وبالفعل طلعت. عملت انت ايه؟ ما عملتش حاجه، ما عملتش اي حاجه. ما بنتعلمش الدرس، كل مره تنزل الفرقه تبقى بتدافعك، تجيب جون، تركن، تريح، تنام، وبنبقى عارفين اللي هيجي فينا جون. يعني خلاص اسال اي حد عيل صغير ماشي في الشارع يقول لك انا عارف اللي هيجي فينا جون، واثق مليون في المية اللي هيجي فيها جون، مع ان المحله مزنوق، مفيش فرص، مفيش كورنرات، مفيش اي حاجه، بس انا عارف اللي هو هيجيب جون. بقول لك فيلم الف مبروك هو بيتعاد، كل حاجه هتحصل وفي الاخر هيموت، فاهم؟ انت كل حاجه هتحصل يا هتتعادل يا هتخسر، فاهم؟ طبعا الشوط الثاني خلاص، الشوط الاولاني خلاص احمد ربيع جاب الجون وما فيش اي حاجه بتحصل جديده. الشوط الثاني باصابه احمد شريف، مش قادر افهم لعيبه ما بتشاركش وما بتعملش، بتنزل تتصاب، شد يعني مش خبط، حد خبطه، ده شد، بينزل معالي كويس على فكره قوي، معالي بيمسك كوره بيخش وبيروح وبتاع. تيجي بقى الدقيقه 64 يجي الفنان بتاعنا اللي مسوحنا، يعني محمود بنتايج ده بجد والله العظيم. يعني انت كل ماتش تبقى بتلعبه حلو جدا، حلو جدا، زي ماتش الاهلي قيمته صفر، ده صفر، ده 10 من 10، ده يا جدعان 10 من 10 ازاي؟ يعني انت راجل ملبسني ضربه جزاء واتكلمنا عليها بدل المره 20، ومش اول مره، يعني مش اول مره محمود بنتاج ده يلبسني ضربه جزاء، طرد، فاول من على ال 18 خطير، يعني ياما حصلت ياما حصلت. النهارده كرة جايه له نص الملعب، انا راجل كسبان اصلا، مش فاهم احنا ليه كلنا قدام مش سايبين غير 2 ورا، ليه وانا كسبان؟ مش قادر افهم. تيجي علينا الكوره محمود بنتاج بيطلع، فاهم؟ اهي عارف انت، خش يحط الكوره بدماغه، طبعا الواد راح نزل قطعها وعدها من عمر جابر وراح وعمل احلى اوفر، الواد ده بوش رجله، والتاني راح داخل حطها من محمود بنتاج عشان نايم طبعا ما لحقش يرجع يغطي، الواد راح حطه في ظهره وحطها. انا اللي محتاجين فتوح يلعب بقى شويه، محتاجين محمود بنتاج يريح شويه، لان هو انا برضو مش قادرين نفهم يا جدعان المستويات اللي بتنزل دي بتنزل ازاي، يعني بشكل غريب، بشكل غريب والله العظيم. بيبقى لعيب طول الماتش حلو، يسرح، ينام، ما تفهمش ايه اللي بيحصل له، تبقى في دنيا تانية، في دنيا يسوحك، وانت مع سبحان الله برضو دي نقطة تانية اللي تحس اللي في حاجة غلط، اللي الغلطة عندك بجون، هتغلط هتتعاقب في التو واللحظة، مفيش حاجة بتستنى، مفيش حاجة بتتعدل، مفيش حاجة حد بيلحقها، لا هتغلط جون، سبحان الله. طبعا بقى خلص انت جه فيك الجون، فبتعمل كم فرص بالعبيط، بتروح بالعبيط، اوفرات بالعبيط. كان فين؟ كان فين طول الماتش؟ بجد قول لي بصراحه كان فين؟ ما تقدرش تجاوب، يعني ما تقدرش تعرف يعني اوفرات بالعبيط، وخوان يقف على الكوره ويحطها وتيجي في العارضه. كنتوا فين؟ والله انا هتجنن، يعني لازم ابقى خسران او متعادل عشان تلعبوا؟ ما ينفعش ابقى انا راجل وانزل اجيب جون واثنين وثلاثه وابقى زي البني ادمين وزي الفرق اللي بتلعب كوره؟ لا لا، لازم بقى كل واحد بقى يبتدي، فاهم؟ طب العب كوره، يعني اعمل بس كوره. لا هو طبعا يعني انا بصراحه مش قادر اقول المدرب اللي وحش ولا اللعيبه اللي كانت تعبانه ولا مين فينا اللي وحش، تحس ان احنا كلنا بقينا وحشين. النتائج السلبيه بتاثر طبعا كده كده علينا، على الجمهور وعلى الاداره وعلى الجهاز الفني وعلى اللعيبه. ليه؟ عشان انتوا من البدايه اللي سمحتوا بده، انتوا من البدايه اللي ما كنتش بتنزل واجيب جون وعندي مدير فني واقف ما اضغطش وانزل بدل المهاجم اتنين والعب على التاني والعب على التالت.
تفهمش بقى بيقول لهم ارجعوا ولا بيسيبهم يريحوا ولا هما بيريحوا ولا ايه اللي بيحصل. انا مش بجد مش قادر افهم. تعال نخش على تقييم لعيبه الزمالك قدام المحله. في حراسه المرمى محمد صبحي ما يسالش على الجون، هو ما يسالش على الجون خالص. هو محمد صبحي ما راحلوش حاجه، هو ما راحلوش غير الكوره بتاعت الجون ومش بتاعته، يعني لا يسال عنها خالص. 5/10. محمود بنتايج، ايه يا حبيبي؟ ايه ده انا كنت بحبك بالزاف والله العظيم. في ايه يا صاحبي اللي حصل لك؟ في ايه؟ صفر يا حوده، صفر لتاني ماتش على التوالي، لتاني ماتش صفر. محمد اسماعيل، هو انا عايز اعرف هو محمد اسماعيل كان فين وقت الهجمه؟ يعني وقت ما جه فينا الجون هو كان انا كنت شفت حسام، طبعا حسام مش قادر يرجع اصلا ولا يجري، وشفت محمود بنتايج وشفت مش فاكر أو مش مجمع محمد اسماعيل كان فين. 5/10. حسام عبد جه في الدقيقه 85 مش قادر ينط، مش قادر يوصل للكوره. 3/10. ولا عارف يعمل اوفر ولا عارف يطلع اللعب. وفي الدقيقه 80 برضه رايح لنص الملعب، فجاه لقى ان الدنيا زحمه، راح مشلت الكره طلعها في القاوت. تصدق صفر يا حسام، مفيش 3 0. عمر جابر، ما بنشوفكمش غير واحنا خسرانين، ما بشوفش الحميه والتاكلينج والجري والتنطيط والهق المقي والكلام الحلو ده غير وانا خسران وانا متعادل، لكن وانا كسبان واموت نفسي عشان اجيب التاني والتالت ما بنشوفهاش. صفر يا عمر، صفر. احمد ربيع، 8/10. اول ماتش الواد ثقه، الواد بيلعب حلو، بيضغط حلو، بيقطع، جاب جون. 8/10. احمد حمدي، 6/10. ناصر ماهر، مالك يا ناصر؟ متضايق ليه يا حبيبي؟ عشان وانت كسبان بتتدلع، بتتدلع. عارف الدلع؟ انت جات له كوره هي اوف سايد، شوف استلمها بعيده واتضغط وحطها في ايد الجون. انت ناصر متدلع واحنا كسبانين، انت حبيبي بتتدلع صاحبي. 2/10. احمد شريف، 4/10. خوان، 7/10. عمرو ناصر، 5/10. طبعا نزل معالي بدل احمد شريف، 7/10. ونزل شيكو ونزل الونش ونزل الجزيري، نزلوا في الدقيقة 70. طبعا خلاص بقى انت عايز تعمل اي مصلحة. الونش يعني 4/10. شيكو 7/10. انت شايف اللي هو مش لعيب كورة، او شايف، بس انا شايفه مفيد، شايفه اكتف قوي، شايفه بيرخم، شايفه بيضغط، شايفه بيروح، شايفه بيبقى قريب من الجون، شايفه بيتوقع الكورة. 7/10. جزيري برضه يعني 5/10. طبعا نزل سيف فاروق جعفر. عارف في الدقيقة 85 في كورة كده، والله ما كنت شايفه، والله العظيم انا ما كنت شايفه. اوفر اتلعب كده واحنا داخلين هاجمين ورايحين، اوفر كده اتلعب من نص الملعب، طلع كورنر، طلع ضربة مرمى. والله قبل ما اشوفه قلت ده سيف فاروق جعفر. طبعا مش هقيمك كسيف لان انت يعني انا اصلا شايف انت موجود ليه، والله العظيم انا ما عارف انت موجود ليه. ده كان نزل فتوح. يعني انا برضو يعني انا مش قادر افهم هو نزلك ليه وسايب فتوح. طب ما تنزل فتوح يعني. ماشي. الواحد بيضحك من همه والله العظيم، بتضحك من عارف انت عشان جهد الجدضان الدنيا كلها والله العظيم. سلام عليكم.